بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، مرة أخرى نواصل حصيلة نشاطات المجلس المحلي خلال هذا الشهر الكريم، وأردنا اليوم أن نضرب عصفورين بحجر واحد. أولا، اليوم نحتفل بمناسبة سعيدة على قلوب الجزائريين، نحتفل بمناسبة استرجاع السيادة الوطنية، عيد أو عيدي الاستقلال والشباب. بهذه المناسبة أهنئ الشعب الجزائري الأبي بعيد الاستقلال، وأقول لهم كل عام وأنتم بخير، كل عام والشعب الجزائري بخير، كل عام والجزائر قوية صامدة. ثانيا، بهذه المناسبة الطيبة أهنئ الأسرة الثورية، أهنئ آبائنا المجاهدين، أهنئ أرامل وأبناء الشهداء، أقول لهم كل عام وأنتم بخير. بالمناسبة الثانية وهي عيد الفطر، والمناسبة والمصادفة ليوم الغد يوم الأربعاء، نقول للأمة المسلمة جمعاء: عيدكم مبروك، كل عام وأنتم بخير، تقبل الله صيامكم وقيامكم وأعاده علينا وعليكم بالخير والبركات إن شاء الله. إذن راكم تلاحظوا اليوم رانا أمام مكان مقدس، وهو مقبرة الشهداء، مقبرة الشهداء ببلدية حسي بحبح. تلاحظون وللأسف أن هذه المقبرة مغلقة الأبواب، رغم أنه كائن عوائل يمكن أن لهم شهداء هنا أو مدفونين في هذه المقبرة. يعني إحنا نتأسفوا، والله قد نتأسفوا على غلق هذا المكان المقدس، واليوم يوم احتفال. الصباح حضر المسؤولون إلى المقبرة وقرأوا الفاتحة أو بالأمس، عفوا بالأمس على الساعة 9. لكن أظن أن هذا الشعب محروم حتى من دخول هذه المقبرة في العيد الوطني. احنا نتسألوا المقابر وصدوها أمام الشعب. أننا اليوم جينا ندخلوا الداخل، نقرأوا ونشوفوا هكذا، ندخلوا نعملوا جملة داخل المقبرة، نتمعنوا، نتأملوا في أبائنا الشهداء اللي ضحوا من أجل هذا الوطن. لكن وللأسف راكم تشوفوا المقبرة مغلقة، لا أدري لماذا. احنا نتأسفوا من هذا الجانب. رايحين نتكلموا نواصلوا حديثنا عن جملة النشاطات. واليوم رانا نتحدثوا على جانب نقدروا نقول أنه جانب ميت نهائيا، وهو الجانب الترفيهي. وللأسف الجانب الترفيهي لا يوجد أصلا جانب ترفيهي في هذه البلدية. هذه البلاد الصباح فيها الرقاد والعشوة دورة في البلاد، الزلابية وقلب اللوز والبريس والجازوز، هذا مكان. هذه اللي شفناها في رمضان، ني ميزون دو جيناس، ما كاين والو، سو سون با اكتيفي، معناها ماهيش اكتيفي، ما فيهاش الوسائل، ما فيها وسائل الترفيه، ما فيها والو. المتنفس الوحيد هي المقاهي، لي ستاد ما فيهمش ليكليراج، يعني حتى الرياضة ما يقدرش يمارسها الواحد، سيركالاسيون في الليل وخلاص، وفي الظلام الدامس. يعني والله قنتأسفوا. نجو لوبرج دو لا جوناس ما كانش، بيت الشباب ما كانش، نجو لاصال ميلتي سبور هايك مع البيت القاعة المتعددة الرياضات محجوزة، لا تستطيع أن تستوعب شباب دائرة بحجم بلدية حسي بحبح. المسبح دمي إلى أولمبيك هذاك ثاني نصف أولمبي، ما كاين والو. يعني وش نقول، ما كاين والو، ما كاين والله قطعير. كاين الدومين في كل كوا أجوره بعد صلاة المغرب الديماري الشنطة جوسكا 7h 6h du matin. C'est grave, hein?
الشباب خلاص مسكين ما لقاش الظاله تاعو في هذه البلاد، حتى المتنفسات ما لقاهاش. انا نحمل المسؤوليه دائما للسلطات. وراها لي جاردان ما كانش، لي جاردان كش ما كاين جاردان في حسي بابا، كش ما كاين اماكن يقدر الواحد يرتاح فيها، ما كاين والو. حتى الانترنت ما كانش، كاين لي صال بريفي، ما كان والو. المكاتب ما كانش اللي يدخل لها. الله غالب. الشباب ما حليل وما عندو وين يروح. الترفيه دبل زيرو. هذه دور الشباب، هي سكروها علينا. هذه دور الشباب، وزارة الشباب والرياضة اللي يسيبريموها. خلوا قال فيفا والفاف والكاف ولا الهف هذايا تاع البالون وخلاص. البالون ما كانش. نادي ما كانش، نادي متألق يحمر الوجه ما كانش ثاني. نوادي تاع دراهم وتاع حملات انتخابيه، وقت الحملات كاع ينوضوا ويصوروا معاهم المير وهلمه ومش عارف شنو، رانا حققنا نتائج. يا ودي ياخذونا واش من نتائج حققتوها؟ اتحاد الفاكرون وراه وذاك فرق تعتبر دي سيتي هنا في حسي بابا، وراها متألقه، راها واصله لدرجات عليا، راهم مشرفين المناطق تاعهم. وانتم وراكم لاحقين، انتم جبتوا لنا دي جوار من الجلفه. ها الشباب على ما تلعبوهاش هنايا، ما عندناش هنا لي جوار ما يعرفوش يلعبوا البالون. بلاد فيها 100,000 النسمه كاع خلاص عوقتوها. انا نتاسف. الجانب الترفيهي قلنا ما كانش، لي بول هذوك ما كانش، الشطرنج ما كانش. كاين قلت لك قدومين، كاين قدومين. يشهد الله انه انتشرت ظاهره الدومين والداما والسيك الشيوخه. هذه هي لاكولتور في حسي بحبح. احنا نتاسفوا على كل حال. صحة رمضانكم، يعني نتاسفوا ونقول لكم صحة رمضانكم، صحة عيدكم، بارك الله فيكم، كل عام وانتم بخير. ادعوا لهذا الوطن ان شاء الله ربي يحفظه. ادعوا للجزائر ان شاء الله تبقى صامدة قوية. هذا الشعب ابي، شعب قوي، شعب نقي، شعب تقي. ان شاء الله يجي يوم النصر وينتصر ان شاء الله. يتعدى هذه الازمه هذا الشعب، وانا متاكد بالاراده وبالعزيمه وبالشباب رايحين نقفزوا قفزه نوعيه. ونعم لتشبيب الدوله، ينامار من تشييب الدوله. اخلاص بارك الله فيكم، اديتوا واجبكم، طاب جنانكم، واحنا راه جناننا قريب يطيب. خلوا المسؤوليه الاجيال القادمه. الاستقلال راه نعمه، لازم نحافظوا عليها بالشباب. الشباب ثروه قوميه، لازم الشباب يتولى المهام تاعو. لازم المسؤوليات تعطى للشباب، ما تعزلوش الشباب، ما تقدوش الشباب. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، وتحيا جزائر الشهداء، ودمتم بصحه وعافيه ان شاء الله. عيدك مبروك.